يوتيوب عمل 7 تحديثات مهمة لصناع المحتوى. رقم 4 أهم واحد. في الشهور الجاية هتبدأ توصل لنا تحديثات بتساعدنا في بناء الكوميونتي، طرق جديدة للربح، وأدوات AI جديدة. اول تحديث هو الكوميونيتيز، وده هيبقى جزء من التشانل يقدر مش بس اليوتيوبر لا والمتابعين كمان انهم يكتبوا بوستس ويشاركوا ارائهم. تقدر تقول ان هو ديسكورد جوه اليوتيوب تشانل او فيسبوك جروب. طبعا هتقدر تختار تفعل الكوميونيتيز ولا لا. تحديث رقم 2 هيبقى في ابلكيشن يوتيوب ستوديو اللي بنشوف فيه الاناليتكس وكل انفورميشن عن التشانل بتاعتنا. التحديث ليه علاقه بالكومنتس، والتاب بتاعت الكومنتس هيبقى اسمها كوميونتي هاب، وهيبقى فيه سبيس جديده اسمها كوميونتي سبوت لايت. تعمل سبوت لايت على اكتر المتابعين اللي بيعملوا كومنتس عندك على التشانل عشان تقدر تديهم ريكوجنيشن وتجاوب عليهم. تحديث رقم 3 اسمه كومنت ريبلاي سجستشنز، وفي الفيتشر دي الاي اي هيساعدك انك ترد على اكبر عدد من الكومنتات بسجستد ريبلايز ليها علاقه بالكومنت نفسه. الفكره ان التشانلز الكبيره كل فيديو بيبقى عليه كومنتس كتير جدا. تخيل لو كل اسبوع بيجي لك 200 او 300 او 500 كومنت جديد. الناس اهتمت انها تشوف الفيديوهات بتاعتك وعجبتها، اقل حاجه تعملها انك ترد عليهم، ومش برد يبان ان هو اوتوماتيك. وهنا الاي اي بيفهم الكومنت المكتوب وبيقترح لك رد مناسب ليه. التحديث الرابع اللي قلت لك انه هيبقى اجمد واحد في الاول هو فيتشر اسمها هايب، وهي طريقه جديده يقدر المتابعين انهم يساعدوا اليوتيوبرز زي اللايك والشير والكومنت، لان هيتعمل لسته باكتر الفيديوهات اللي هيجي لها هايب، وبكده اليوتيوبرز الصغيرين هيبقى عندهم فرصه فيديوهاتهم تظهر في قائمه معموله مخصوص من المتابعين اللي اختاروا احسن فيديوهات بالنسبه لهم. تقدر تقول ان هي اكسبلور بيج، بس كل الاختيارات اللي فيها عاملها المتابعين مش الالجوريزم. لو عندك من 500 ل 500 الف سبسكرايبرز زي انا كده، بس ناقصني 55 سبسكرايبرز بس، علشان كده اتاكد انك عامل سبسكرايب علشان اقدر اوصل ل 500 واشغل الهايب. هتقدر تشجع المتابعين بتوعك انهم يعملوا هايب للفيديو علشان تطلع في القائمه دي. كل شهر هيبقى عند كل واحد 3 هايب او 3 فرص انه يعمل هايب لاكتر فيديوهات عجبته. دي حاجه جامده جدا هتساعدك في الانتشار اسرع، علشان كده انا شايفه احسن تحديث. الابديت رقم 5 وهو الاوتو دابنج، يعني فيديوهاتك هتعمل لها دبلجه اوتوماتيك لاي لغه انت تختارها، علشان الفيديو بتاعك يوصل لاي حد مهتم بيه حتى لو مش بيتكلم اللغه بتاعتك اصلا، زي المسلسلات التركي لما بتدبلج بالعربي. وده معناه زياده مؤكده في السبسكرايبرز والفيوز، لان مفيش حاجز لغه خلاص، اي حد ممكن يتفرج على اي فيديو من اي لغه هو ما يعرفهاش اصلا ومن غير ما يقرا السبتايتلز. ابونير مايننج كانال. الابديت رقم 6 وهنرجع تاني للاي اي بفيتشر اسمها دريم سكرين، وده هيساعدك تعمل اي اي جنريتد فيديوز تقدر تستخدمها في الشورتس بتاعتك. دلوقتي انت بتعمل شورت ومحتاج تتكلم عن موضوع معين، محتاج فيديو لدب بيشرب قهوه علشان تشرح الفكره بتاعتك لسبب ما. كل اللي هتعمله انك تكتب وصف للفيديو اللي محتاجه هيتعمل وتقدر تستخدمه، وده هيزود معاك الريسورسز اللي تقدر تستخدمها علشان ده هيبقى اوريدي نيتف في يوتيوب. الابديت الاخير وخلينا نتكلم عن الفلوس. اصل احنا ليه بنعمل فيديوهات؟ مش علشان الفلوس. اي نعم هي لسه ما جاتليش، بس ممكن في يوم من الايام تجيلي لو عملت لايك وشير وسبسكرايب. خلال ال3 سنين اللي فاتوا بس يوتيوب وزعت على الكرييترز والارتستس 70 مليار دولار من الارباح، علشان كده يوتيوب هو التوب لما نيجي نتكلم عن البلاتفورمز اللي بتوزع ارباح زي فيسبوك وتيك توك. Introducing live gifts. لو انت من اللايف يوتيوبرز زي الجيمرز والستريمرز، دلوقتي هتقدر تستقبل على اللايف بتاعك جيفتس. الجيفتس دي بتجمعها وبتحولها لفلوس. كده يبقى عندنا طريقتين للربح من اللايف، هما الجيفتس والسوبر كومنتس. وبس كده، دي كل الابديتس اللي حصلت. لو وصلت لاخر الفيديو، اولا يو ار سبيشال، ثانيا لو انت كرييتور وحابب تكون جزء من كوميونتي من الكرييتورز اللي حابين يشاركوا تجاربهم والمعلومات اللي اتعلموها خلال رحلتهم في صناعه المحتوى وافكارهم لتطوير محتواهم وتطوير الكوميونتي، تقدر تجوين الديسكورد سيرفر، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، شكرا لو شفت الفيديو للاخر، وتشوس.